تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم غادي نحضروا بعجينه وحده اشكال متنوعه ديال الحلوى. غنحتاجوا فيها 250 غرام ديال الزبده، كاس ديال السنيده، كاس ديال الزيت، جوج بيضات وخماره والدقيق حسب الخليط. المهم هنا غادي نضيف 250 غرام ديال الزبده، تكون درجه حراره المطبخ، ومن بعد غادي نمعكها مزيان باش ما تبقاش مكوره ليا. خصني نمعكها مزيان، وغادي نضيف عليها الكاس ديال السنيده، وغادي نبقى كنخلط الخليط وكن في نفس الوقت باش ينسجم ليا الخليط، يعني السنيده مع الزبده. المهم البنات من هاد الحلوى كتقدري تخرجي تقريبا، انا خرجت 4 حتى 5 الاشكال ديال الحلوى، ما بقيتش عاقله بالضبط. المهم راه في الفيديو غادي نكمل وغادي نقول شنو كاين. المهم هنايا بعد ما معكسها مزيان من بعد ما نسجم ليا الزبده مع السكر سنيده، غادي نضيف جوج بيضات وفي نفس الوقت غادي نخلطهم مع الزبده والسكر سنيده مزيان. وفي نفس الوقت تدريجيا غادي نبدا نضيف الزيت. المهم هنا كنت درت كاس ولكن ما ضفتوش كامل، ضفت بحال نص ديال الكاس، المهم على حسب الخليط. هنايا غادي نبدا نضيف الدقيق تدريجيا، والدقيق تدريجيا غنضيف بشويه بشويه باش ما نقصحش العجينه. خاص العجينه تبقى هشيشه ورطبه. هنا من بعد ما ساليت العجينه، شوف الناس خاصها تكون هشيشه بزاف، ما خاصهاش تكون نهائيا قاصحه، الا كانت قاصحه ما غاديش تصدق لكم الحلوى وما غاديش تجي رطبه وهشيشه. وهنا كنت نسيت الخماره ديال الحلوى وضفتها، وبقيت كنمعك في العجينه مزيان حتى تنسجم ليا الخماره مع العجينه. المهم نتوما خصكم تضيفوها مع طريقه الطحن، انايا كنت نسيتها حتى من بعد عاد ضفتها. من بعد ما ساليت العجينه وجمعتها غادي نقسمها، غادي نشكل منها احجام باش ندير فيها نكهات مختلفه. دابا هذا الشكل الاول غادي نديرو بالنكهه ديال الحامض، غنديرها على شكل ريشبون بالنكهه ديال الحامض. خديت حتى القشور ديال الحامض وحكيتهم وخلطتهم مع العجين. انا كنت كنمعك باش ينسجموا ليا دوك القشور مزيان مع العجينه. انا غادي نبدا نشكل كويرات بنفس الاحجام باش فاش نبغي نلاقي الحلوى مع بعضياتها تجي نفس الحجم. غادي نكمل بهذه الطريقه. من بعد ما ساليت من الشكل الاول غندوز للشكل الثاني. غناخد حجم ديال العجين وغادي نضيف عليه الشوكولاط فورميسيل، وغادي نخلطو مع العجين مزيان حتى هو حتى ينسجم مع العجين. ومن بعد غادي نبدا نشكل. التشكيل كيبقى على حسب، انايا ما استخدمت لا طابع لا والو، غير بالكاس ديال العنبه شكلت هذا التشكيل الثاني. من بعد ما نسجم لي الخليط غادي نديرو على شكل الغريبه، ومن بعد غادي نطبع بالكاس ديال العنبه. الشكل ديالها كيجي زوين عادي وسهل وبسيط، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه. غادي نبقى بهذه الطريقه حتى غادي نسالي العجينه ديالي بهذا الشكل.
بالنسبه للناس اللي ما كيبغوش يستخدموا الطابع وكيبغوا شي حاجه سهله، راه كتبقى اي حاجه عندك في البيت يمكن لك تستعمليها، كتجي الحاجه زوينه وكيوت. ودابا غادي ندوز للتشكيل. الشكل الثالث غادي ناخد العجين وغنضيف عليها الشوكولاط المر، ومن بعد غادي نبدا نتنسجم ليا العجينه مع الشوكولاط. غادي نبدا نشكل على شكل غريبه عاديه، غنبقى غاديه بهذه الطريقه. بالنسبه للشكل الرابع غادي نضيف ليه البندق بودره، كيبقى على حسب، عندكم جنجلان، عندكم اللوز، كاوكاو، اي حاجه. انا كان متوفر عندي البندق خضره استعملته صافي. بقيت كنخلط العجين حتى نسجم ليه الخليط، ومن بعد غادي نشكل على هذا الشكل على شكل هليل. هاد التشكيلات ما كتحتاجي فيهم حتى شي حاجه اللي صعيبه، شي حاجه بسيطه وكتستعملي غير يديك والطابع. الا كان كاس عندك في الدار استعمليه وكيجي الشكل والمنظر ديالهم زوين. ودابا من بعد ما دهنت لاطه بالزيت غادي ندخلهم للفرن، وهنا غادي نمشي نشكل الشكل الاخير. هنايا غادي نخلي ما غنزيد حتى شي نكهه، غنخلي غير العجينه عاديه، وغادي نطبع بالكاس ديال العنبه. حيت الشكل طاح لي في بالي قلت نصوبو وصافي. من بعد غادي ندير واحد البليصه صغيره باش نحط فيها واحد المكسرات بحال ديال الفواكه. والمهم تقدري تحطي فيها شويه ديال الكوفيتير، شويه ديال اي حاجه كانت عندك كتقضي بها الغرض وصافي. المهم غادي نبقى بهذا الشكل. وهنا غادي ندوز لطريقه التزيين. بعد ما طابت لي الحلوى غادي نبدا بالحلوى ديال الريش بوند. اول حاجه اللي درت فيها النكهه ديال الحامض، غادي نحتاج الكوك، وغادي نحتاج الكوفيتير ديال المشماش، المربى ديال المشماش. وغادي نحاول نغطسهم في الكوفيتير مزيان، وغادي نلاصقهم. كاين بعض المرات كتجيني سهله القضيه، كنلاصقهم بعد كنغطسهم بجوج في الكوفيتير، ومن بعد كنرشهم بالكوك. كنبقى غاديه بهذه الطريقه حتى كنسالي. كتجي البنات رائعه، والمذاق ديالها منسمه بالحامض كتجي بنينه. هنا البنات غندوز لطريقه التزيين ديال الشكل الثاني على الهليه اللي نسمتو بالنكهه ديال البندق. غادي ندهنها حتى هي من جوانب الكوفيتير. النص غادي الجهه الاولى غادي ندير فيها الشوكولاط فيرميسيل، والجهه الثانيه غادي نرشها بالكوك. يعني تزيين سهل وبسيط، ما كيحتاج شي حاجه اللي صعيبه. وتبارك الله هاد الحلوى كتخرج العجينه ديالها كميه شويه كثيره ديال الحلوى، وكتجي كلها العجينه شي شوربه. المهم غندوزو للشكل الثاني اللي درتو بالشوكولاط المر. غادي ندهنو حتى هو بالكوفيتير، وغادي نغطسو في الكوك حتى هو كيجي منظر الشكل والمذاق كلشي كيجي رائع ما شاء الله. وكانوا هادو هما الاشكال اللي خرجت لي الحلوى، تقريبا 5 الاشكال بمذاقات مختلفه، وكيجوا اكثر من رائعين وساهلين وبساط. يعني ما تحتاجي لا طابع لا حتى شي حاجه. كنتمنى فيديو اليوم ينال اعجابكم، ما تنساوش دعمي بلايك واشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.